يا نهار ابيض، شايفين بقى الخطر؟ شايفين الخطوره؟ ايه بقى يعني، ايه الجمال والخيال والحلاوه. انا هطلع الكاميرا صور عشان نوثق لكم الكلام ده. بص شايف هناك، انا من بدري نفسي اصور على طريق زراعي علشان نشوف الحاجات الغريبه اللي بتحصل عليه. واحنا الحمد لله دلوقتي خلصنا رحلتنا في اسوان ورايحين لحد كده لناس قرايبنا في البلد جنب اسوان على طول، يعتبر في اسوان يعني. وبكره ان شاء الله طالعين على الاقصر. بس بقى ايه، دلوقتي هنصور الطريق الزراعي اللي احنا كده مسكنا اوله يعتبر. وبقول حاجات غريبه ان الطرق الزراعيه في مصر هي من اصعب الطرق، اظن في مصر غير في مصر. يعني هو الطريق الزراعي يبقى اكيد هيبقى صعب، من اصعب الطرق اللي ممكن واحد يمشي عليها. بتبقى حاره واحده، حاره رايح حاره راجع، ومفيش رصيف في النص. ممكن بقى هتلاقي اي حد خارج من نص الطريق كده عادي، تروسيكل بقى، جاموسه، انت ورزقك، انت ورزقك. واحد ماشي بحمار، اي حاجه ممكن تلطشك. وللعلم انا قبل كده عملت حادثه على طريق زراعي، يعني هي الحادثه الوحيده اللي عملتها في حياتي او اكبر حادثه عملتها. يعني كنت ماشي في طريق الفيوم راجع من وادي الريان رايح على الفيوم، لقيت لك تروسيكل خرج من نص الطريق مره واحده، وانا كنت ماشي على 80. من ساعتها اتعلمت درس ان انا ايه، ما امشيش على سرعه على طريق زراعي يعني. وعمنا بتاع التروسيكل طلع من الطريق كده، شافني جاي قام اتخض، قام فضل واقف في مكانه. يعني هو طلع من الشارع ما كملش ماشي، لو فضل واقف في مكانه بقى اتصدم لما لقاني جاي هخبط فيه. قمت لابس فيه بقى وحصل اللي حصل بقى، الحمد لله ساعتها. بس تقريبا انا مشيت في الطريق ده بعربيه قبل كده. انا جيت هنا قبل كده كنت راكب عربيه، الطريق ده كان جميل قوي. يعني هو مش من الطرق اللي فيها بلاوي كتير، هو بس فيه حوادث جامده وشكله حلو. هنشوفه دلوقتي مع بعض. يعني احنا دلوقتي هنمشي 23 كيلو على الطريق ده، من الطرق الجميله بقى. هتلاقي فيه نخل كتير على الشمال هنا ومزارع كتيره. ادفو 90 كيلو. انا بقى مش فاهم حاجه، ليه النخل ده محروق كده؟ يعني لونه اسود، تحس ان هو محروق. الواحد اليومين اللي جه فيهم في اسوان مناخيري جالها التهابات من نظافه الهواء وجماله. الواحد متعود على الهواء بتاع القاهره، والله العظيم جيت هنا مناخيري فيها التهابات، مش عارف في ايه. بس الهواء بجد جميل قوي. ريحه النيل مع القطر اهو، ريحه النيل مع الزراعه ريحه رهيبه، ريحه رهيبه، وتحب كده تقعد تشمها طول ما انت قاعد. انا خايف ارجع القاهره، كل مره ارجع من سفريه ابقى راجع متنكد. انا عشان في مطب، في ناس جايه في وشي. هو ده ماشي في نص الطريق، بس الطريق ده جميل قوي. بص بقى النخل والحاجات الجميله، ما شاء الله تبارك الله. سبحان الله. يا جماعه انا لما باجي افكر كده، احنا جينا السفريه دي في وقت قد ايه؟ يعني القطر بياخد من القاهره لاسوان نفسها تقريبا 14 ساعه، احنا قعدنا 16 ساعة. فده يعني ما شاء الله انجاز رهيب. الحمد لله ان احنا جينا بالسلامة. ولو الفيديو ده انت شفته نزل يبقى احنا رجعنا بالسلامة. انا صحيح محتاج احط بنزين. نهر النيل يا جماعة في المناطق دي شكله تحفة. عارف الكاميرا هتجيبه ولا لأ؟ بس حاجة خيال. الزراعة والشجر اللي هناك ده شكلهم جميل قوي. طبعا بصور لقطات ممكن ابقى احطها لكم في الفيديو ده احنا بنتكلم كده. يا نهار ابيض، شايفين بقى الخطر؟ شايفين الخطورة؟ ولو في عربيه جايه دلوقتي ده هيعمل ايه؟ هو ميدو بيسيح ورايا. المشكله ان ممكن يكون واحد مش واخد على طرق الصعيد ومش ملاحظ الابعاد عامله ازاي، لان في ملف جاي، فانت بتاخدش بالك الميكروباص ده ورا العربيه النقل ولا جاي جنبها. هو في الحقيقه طلع جاي جنبها. هو ليه الناس ما بتاخدش الحاره اليمين بتاعتها؟ ليه الناس بتفضل ماشيه في النص؟ يلا كلها ماشيه بالحب. يعني انا دايما اعرف الصراحه، يعني لما تكون عايز تطلع من عربيه تريلا ولا حاجه ما بتطلعش في ملف، استنى الطريق ستريت وتطلع تبص كده مفيش حاجه جايه تقوم طالع. الواحد بيقعد يتخيل نفسه لو كان جه السفريه دي كلها في طريق زراعي. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على شده الاعصاب. هو في بتاع 100 كيلو كده رعناهم كانوا في طريق يعني. يا سلام على الجمال، والله واحد شاف بيوت بعيده كده تحفه تحفه. ايه الحلاوه دي؟ سفريات يا جماعه بالموتوسيكلات خليك بقى تجرب كده تعيش الواقع في النخل والطرق الجميله دي. تحس ان انت كده، هي التجربه ما بتكملش كده غير وانت على الموتوسيكل، منك للهوا، مفيش حاجه حيشاك وانت مش مستمتع كده. دنيا حلوه. ايه بقى يعني، ايه الجمال والخيال والحلاوه. منظر جميل قوي. الخضار هناك منور كده وفي ناس قاعده هناك. انا شايف هناك واحد خالص. انا هطلع الكاميرا صور عشان نوثق لكم الكلام ده. بص شايف هناك، مش عارف بقى الكاميرا هتجيبه ولا لا، بس في ناس بمركب صغيره هناك قاعدين. والخضار زي ما بقول لك كده، الخضار منور، خضار واضح وقوي كده، مش خضار باهت. في بط صغير في النهر. تيجي تسالني بقى هل انا استمتع بسفريه اسوان كسياحه ولا لا؟ انا بالنسبه لي لو جيت قعدت في مكان زي ده بالدنيا والله، ولا فارق معايا اي حاجه تاني. ظهر الكويس اهو. حد بقى يقول لي النخل ده متفحم ليه؟ النخل ده لونه اسود. يلا بقى نرجع لطريقنا تاني.